اللي بيحبوا التوفير ويكونوا مستعدين صح للمدارس والجوع أي وقت، دي أحسن طريقة لبني الشركات المقرمش. لون ذهبي وأحلى من الجاهز. بكيلو من صدور الفراخ هنعمل كمية أكبر من بني الشركات، وطريقة التفريز الصح لأكتر من شهرين كأنه لسه فريش. فيديو مهم هيريحنا طول الوقت. تعالوا نشوف الطريقة. هنشتغل على الكمية اللي احنا عايزين نعملها، يعني نص كيلو من صدور الفراخ او كيلو. انا هقول لكم مقدار الكيلو وانتوا بعد كده تشتغلوا زي ما انتوا عايزين. كيلو من صدور الفراخ اغسلها كويس واصفيها واقطعها بالشكل ده. هفرمها في الكبه ناعم بالطريقه دي كده، بحيث ان انا لما امسكها تكون كلها متجانسه كده مع بعض. وناخد بالنا لو في عروق او جلد نتخلص منها علشان الوصفه تبقى ناجحه معانا وما يفكش مننا بعد ما نقليه. خلاص كده بقت جاهزه، نسيبها ترتاح شويه في التلاجة ونبدأ نجهز بقية المكونات. زي ما قلنا طريقة اقتصادية تعمل كمية كبيرة، فلكل كيلو من البانيه هضيف كوباية من البقسماط الناعم بس مش المطحون الجاهز. يفضل جدا ان انا اجيب حوالي من 3 ل4 رغيف عيش فينو، نشيل القشر بتاعه الخارجي وبعد كده نضربه في الكبه يبقى ناعم جدا. وعلشان بقى نبهر البانيه بتاعنا ويبقى زي بانيه الشركات، هضيف لكل كيلو كيس من الفيجيتار الجاهز. طبعا لو مش متوفر عندنا بقى ضيفوا التوابل دي من البيت موجوده، وهتدي نفس طعم كيس الفيجيتار الجاهز المعطر واحلى كمان. معلقه صغيره من بودره الثوم وبودره البصل، معلقه من بهارات الفراخ البودر، وكمان معلقه من الشطه والبابريكا والفلفل الاسمر. ونظبط بقى الملح وناخد بالنا ان المرقه فيها ملح. هنضيف معلقه كبيره من النشا ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. قلبوهم مع بعض كويس وكده احنا عملنا خلطه الفيجيتار الجاهزه. هضيف الخلطه دي كلها كده بالظبط على كيلو البانيه او الصدور، وبعد كده هفرمهم في الكبه مع بعض او بايدينا كده 5-7 دقايق لحد ما يندمجوا خالص كده، وان انا لما اجي اشكلها تتشكل معايا بسهوله جدا. تعالوا بقى نقول الكفر الخارجي والاسئله اللي دايما بتسالوها لي: ايه هو البقسماط الحلو اللي شكله حلو ده بتستخدميه؟ ده الكريسبي دجاج، موجود عند العطار، موجود وسهل قوي. بس علشان استخدمه لو استخدمتوه زي ما هو كده بيحرق الطبقه الخارجيه للبانيه، ما بيبقاش لطيف ولا احسن حاجه. فيفضل لما تجيبوه تفرموه في الكبه كده ويبقى ناعم بالشكل ده. دي نتيجه حلوه جدا، مش لازم يكون ناعم زي البودره، يعني تلت وتلتين كده. هضيف عليه نفس التوابل اللي ضفتها على المكونات للبانيه اللي فرمته او الصدور، وكده الكفر الخارجي اللي هو بكريسبي الدجاج جاهز. تعالوا بقول لكم على اللي انا بفضل استخدمه من البقسماط او الكريسبي البانيه او الدجاج اللي انا بجيبه. دي العلبه اللي دايما برضو بتسالوني على البقسماط، هو ده بقسماط خشن انا بسميه كده، او خلطه كريسبي دجاج بتكون حلوه جدا وبتدي نفس اللون والطعم. هضيف عليه نفس التوابل وربع معلقه من البيكنج باودر ومعلقه كبيره من النشا واقلبهم وبس كده. الطريقه اللي تعجبكم تقدروا تشتغلوا بيها وبتدي نتيجه حلوه، بس انا بالنسبه لي البقسماط الكريسبي اللي انا بجيبه كريسبي البانيه او الدجاج اللي في العلبه هو ده اللي بفضله. خلاص هركنهم على جنب، وزي ما قلنا بقى هنفرز صح ونشتغل الاول بخطوات سهله حلوه جدا. نجيب اي صواني كده مش لها حروف عاليه ولا حاجه، وافرشها من بلاستيك راب او اكياس الثلاجه. وخلي عندي بقى الطريقتين اهو، البقسماط اللي هو من العطار والجاهز، وخلي عندي بوله فيها ميه. هتجيبوا كده قطعه من الصدور المفرومه، الاول نشكلها كوره وبعد كده كاننا بنعمل كفته بالظبط، وبعد كده اضغطوا بسمك سنتي واحد بشكل بانيه الشركات الجاهزه. مفيش اسهل من كده، بدل ما نقعد بقى الاول ناخد ونحط في الكريسبي وبعد كده نرجع نرصها. لا، احنا نعمل الخطوه دي كلها مره واحده. شكلوه بالشكل ده كده، انتوا اول ما تعملوه كانه كفته وتضغطوا عليه بصوابعكم هيكون معاكم نفس الشكل. وبرده لو لقيتوا ان مكان الصوابع باين قوي تبلوا ايديكم ميه وتمشوها كده على قطعه الفراخ، هتلاقوها خدت نفس الشكل وبقت مستويه كده. خلصوا الكميه كلها وبعد كده نعمل بقى الخطوه الثانيه. احطه في الميه الاول، بعد كده هضيفه في الكريسبي دجاج دوت، سواء ده او النوع التاني، يعني الطريقه اللي تعجبكم اشتغلوا بيها. هو ممكن يكون اللي في العلبه اغلى شويه بس بيدي بصراحه نتيجه حلوه جدا للبانيه وللفراخ المقرمشه، وما بتستخدموه فيها للفراخ المقرمشه بيدي نتيجه حلوه قوي. انا مش بفضل ان انا بعد ما احط البقسماط دوت ان انا ارجعه الميه تاني، مش بلاقي ان في فرق كبير ولا حاجه ولا اي حاجه خالص. انا بحطه على طول في الميه وبعد كده في البقسماط وخلاص على كده، وبعمل الكميه كلها وارصها في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. مفيش اسهل من كده. ده اللون اللي انتوا لو اشتغلتوا بيه كريسبي الدجاج اللي من العطار، وده النوع التاني كده. خلاص هما جاهزين معايا ان انا اشتغل بيهم واقلي على طول. بس لو هفرز بقى هنسيبه ساعه في الفريزر لحد ما يبقى متجمد زي ما انتوا شايفين كده. طب الوقت ده بيفرق في ايه؟ بيفرق جدا ان انا لما اجي احط طبقه على التانيه ما بيلزقش، ولما اجي اخرجه بتكون كل طبقه متماسكه وانا مش كاني لسه عاملاه بالظبط. ده الشكلين اهو زي ما انتوا شايفين، كل طبقه متماسكه جدا. وده الشكل التاني بانيه اللي هو بطبقه الكريسبي الدجاج من العطار الاصفر. انا شايفه ان الاثنين مفيش فرق بينهم خالص بعد القلي. ولو هتستخدموا البقسماط بتاع كريسبي الدجاج من عند العطار او المغلف الاصفر ده، يفضل تطحنوه زي ما قلت لكم. تعالوا بقى الاكياس التخزين اللي سالتوني عليها كتير قوي في الفيديوهات اللي فاتت.
دي بيكون شكل العلبة أنا باجيبها من أيكيا، باجيبها كمان من ممكن تلاقوها في جروبات كتير قوي قوي اللي بتبيع منتجات أيكيا، ومتوفرة بمقاسات كتير جدا، في مقاس من أول نص لتر يعني نص كيلو مثلا، وفي الكيلو ده اللي هو انتوا شايفينه في ايدي ده، وفي الأورنج اللي تحت ده مقاس تقريبا 2.5 لتر. يعني المقاسات اللي انتوا عاوزينها، وغالبا ده اكبر مقاس. بس كده بتحفظوها بالكميات اللي انتوا عاوزينها. لو سندوتشات المدرسه مثلا يوميا بتحطوا الكميه اللي انتوا عاوزينها، الكيس الصغير ده او اللتر او النص زي ما انتوا عاوزين، او الكياس العاديه بتاعت حفظ الطعام، اكياس التلاجة العاديه الشفافه، وبعد كده بتحطوها في الفريزر. ولو عاوزين كميه للغدا السندوتشات برضو بتحطوها حسب ما انتوا عاوزين، في علب او في اطباق حتى اللي هي الفل البيضه دي، مفيش مشكله خالص. طب انا بقى هسويها ازاي؟ بتخرجوها من الفريزر على طول، مش بتستنوا تفك ولا حاجه، وبتسخنوا الزيت وتقلوها وبتفضل متماسكه، والكفر عندكم مقرمش جدا، بتقعد لحد 3 شهور او 4 كمان في الفريزر، مش بيجرى لها اي حاجه. تعالوا بقى نشوف لما نيجي نقليها تبقى ازاي. هسخن الزيت كويس جدا، وقبل ما احط قطع الصدور دي اخلي الحراره وسط، وبعد كده احط في الطاسه. بلاش بقى نملاها كتير، ما يبقوش على بعض كده، يعني خلوا قطع البانيه يكون جنب بعضه زي ما انتم شايفين كده. ما استناش لحد ما الطبقه اللي تحت كلها تاخد لون، لا يعني حاولوا تلفوها كده كويس مع بعض. اول ما تحسوا انها بقت لونها ذهبي فاتح قوي تقلبوها، مش لازم تستنوا تخلوا الطبقه اللي فوق تكون لسه فاتحه قوي لحد ما اللي تحت تاخد لون. انا مش شايفه ان في فرق قوي بين اللونين، بس طبعا باين قوي اللي هو الكريسب الدجاج الاصفر باين قوي في التحمير، بيبقى حروفه محمره اكتر. عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا، والاتنين جمال جدا واحلى من بعض. الطريقه المناسبه ليكم تقدروا تقلوا بيها، مقرمش جدا ومش بياخد وقت، وكمان ريحنا دماغنا جدا، وبيبقى موجود عندنا. وعملنا من كميه بسيطه من صدور الفراخ كميه كبيره جدا من بانيه الشركات اللي بيحبوها الاطفال وحتى الكبار كمان بيحبوها، لانها بتبقى متوفره في اي وقت. بصوا اللون بينهم وبين بعض فرق بسيط جدا، بس طبعا الاتنين نفس الطعم والقرمشه، خطير بجد. ده كمان الصوص حلو قوي في التقديم لو تعملوه العشاء او سندوتشات او تجمعات والجوع اي وقت. يعني معلقه من الكاتشب، مستردة، مايونيز، وتقلبوهم مع بعض، شويه تشيلي فليكس او شطه مجروشه على الوش، وتقدروا تعملوها سندوتشات بقى في اي وقت. بص لما فتحتها من جوه مستويه وجميله جدا. ما تكتروش السمك بتاعها عن سنتي واحد. حطوا الصوص من اللي احنا عملناه او اي صوص تحبوه مع خس او ورق الكابوتشا، وحطوا بقى قطع صدور الفراخ زي ما انتوا عاوزين. بجد خطيره، وريحنا دماغنا وعملنا حاجه انضف واحلى واضمن في البيت، وكميه كمان اكبر. دي سندوتشات للناس اللي طلبوا مني برضو ان احنا لو ما بين فتره تمرين مثلا، ولادنا بيروحوا مثلا يحضروا تمرين، بيحضروا دروس، وعايزين سندوتشات زي كده سريعه، تقدروا تعملوها سهله جدا، ما بتاخدش وقت، وتقعد معاهم وقت طويل كمان. جربوها، ولو عجبتكم هستنى رايكم في كومنت جميل زيكم. وما تنسوش الفولو واللايك والشير علشان يوصلكوا كل وصفه جديده. وصحتين وهنا يا رب.